السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ النهارده هاعمل لكم الحلبة المعقودة أو المفتقة، على حسب إحنا ما بنسميها، يعني في ناس بتسميها كده وفي ناس بتسميها كده. كل الكمية دي ما شاء الله أخدت بس 2 كيلو عسل، وطلعت سهلة أوي بصراحة. ما كنتش متوقعة إنها تبقى سهلة كده، ما كنتش متوقعة إنها تبقى بالحلاوة دي، وفعلًا طعمها حلو أوي وما شاء الله أخدت كمية حلوة أوي. وأهم حاجة إن إحنا طبعًا سلسلة اعمليها وما تشتريهاش، إحنا ماشيين فيها وبنكمّلها. أي حاجة إحنا عايزين نعملها، و و ون يعني ما نقولش لأ دي صعبة، لأ دي مش عارفة إيه، لأ إحنا لازم نعمل، يعني حتى لو بدأنا نبدأ بكمية صغيرة، عشان لو حاجة باظت مننا ما نزعلش. وإن شاء الله فعلًا الحاجة مش هتبوظ. أهم حاجة إن إحنا نعملها بالتكنيك المضبوط، وأهم حاجة إن إحنا نعملها مضبوط بالخطوات وبنفس المقادير. لو أنتم أول مرة تشوفوني، أنا أمل باحب المطبخ، عملت قناة للطبخ والحلويات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. ويلا بينا على الطريقة. اهي المكونات: 2 كيلو عسل، عندي هنا 3 معالق حلبة اللي هي قلت للراجل ان هعمل 2 كيلو عسل، فهو عطاني. انا بصراحة جبت تمن، لكن انا شايفة تمن كتير، انا عملت بالمعلقة 3 معالق حلبة اللي هي مطحونة، حلبة عادية. وهنا 3 معالق حلبة محوجة. عندي هنا كوباية سمسم. عندي هنا نص كوباية دقيق من المعيار ده، بس انا حاطاه في كوباية صغيرة، ومعلقة. عندي كوباية زيت، كوباية زيت. وعندي كوباية سوداني. السوداني ده انا محمصاه، يعني حمصته. مش هحطه مع الحاجة، هحطه في الاخر خالص عشان ما يسقط، يعني ما يسقطش، يفضل كده ايه فوق. هنا بالنسبة للسمسم، في بقى حاجة مهمة جدا، والمفروض يعني انا قلت ايه ان انا اقولها. بصراحة هي حاجة مهمة، لان كده ممكن الاكلة تبوظ. لازم ان احنا ننقيه. نمسك زي دي كده، هنمسك المصفى دي ونحط فيها السمسم ونصفيها كل كمية، وبعدين ننقيه. لازم ننقيه، لانه لو ما تنقاش هنلاقيه وعمال يقرقش كده، والاكله هتبوظ، وممكن ان احنا ما ناكلهاش، وخساره طبعا هتترمى، وخساره. فاحنا الموضوع ده لازم 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 يتنقى، تتصفى بالمصفى ويتنقى. ده حاجه مهمه جدا. كده انا هحط كوبايه الزيت، انا مولعه على النار. زي البشاميل، اكن احنا بنعمل بشاميل. وهضيف الدقيق، كميه الدقيق، وهقلب. هتقولي طب احنا ليه ما حطيناش السمسم؟ ان احنا لو حطينا السمسم قبل الدقيق هنبص نلاقيه بيفرقع ويتنطور في كل حته. هنا هنحط كميه الحلبه المعقوده المحوجه، سوري، المحوجه والمطحونه، وبرده هنقلب. احنا مش بنخلي ليها لون، احنا بس يا دوبك الريحه تطلع. دلوقتي كده هنضيف السمسم اهو، السمسم المتنقي، المتصفي ومتنقي. العسل دلوقتي وهقلب، مش هخليه كتير على النار لان ده بس يغلي. في الاثناء ده انا هضيف بقى السوداني، كوبايه السوداني اللي انا محمصاها، حمصتها الاول قبل اي حاجه. انا وطيت على النار عشان طبعا ما تتلسعش الدقيق والحلبه، اكننا احنا يا جماعه بنعمل بشاميل الاول خالص. بصوا بتتقل ازاي، بتلف معايا ايدينا فيها عشان ما تكلكعش. حطيت كوبايه زيت، عليهم نص كوبايه دقيق ومعلقه، وحطيت 3 معالق حلبه مطحونه، وحطيت 3 معالق حلبه محوجه. ورحت حاطه السمسم، كوبايه سمسم، ورحت
قلبت لغايه ما بقى زي البشاميل، وضفت 2 كيلو عسل. المقادير دي بتاعت 2 كيلو عسل. وفي الاخر خالص حطيت السوداني اللي انا محمصاه قبل اي حاجه. وما تنسوش السمسم، لازم ان احنا ننقيه، نصفيه بمصفة الشاي وننقيه، عشان بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه الحاجات دي. فعشان الاكله ما تبصش حرام لازم احنا نعمل الحاجات دي. اهي بصوا هتبدأ في الغليان، ان كل ده بقلب فيها، ان كل ما هتتقل على فكرة، يعني بس تلف بس عشان ما تبقاش مرة، ما تمررش، ما نسيبهاش في النار كتير، يا دوبك بس تغلي غلوتين كده ونطفي على طول. بدأت هي تلف. يعني بصوا البكبكه دي كده خلاص، شكرا. انا كده طفيت عليها وهسيبها بقى لغايه ما تبرد خالص، وهفضيها واوريكم انا هفضيها ازاي، وهتعمل كام برطمان يعني. الحلبة المعقودة اللي هي المفتقة، 2 كيلو عسل، عملوا بصراحة كمية حلوة قوي. بصوا، وبصوا السوداني، بصوا من فوق ازاي، بصوا من فوق ازاي ما سقطش تحت، عشان خاطر انا محمصاه لوحده. اعمل الحركة دي هتبقى ايه كده. بص عمل بصراحة كمية حلوة ما شاء الله. وطبعا كل ما هتقعد كل ما وتبرد، هي طبعا لسه سخنة، كل ما هتتقل وتبقى حلوة، والله طعمها مش مر خالص، وفعلا سهلة جدا، ما خدتش مني اي حاجة خالص. واتمنى فعلا ان الوصفات تعجبكم، واتمنى انتوا تجربوها، لان حاجات طبعا غالية، مش رخيصة، وبالذات الحاجات يعني انتوا لو حبيتوا تشتروا هقول برطمان زي ده الصغير كده هيبقى مبلغ، واحنا لو حسبنا التكلفة مش هيبقى زي قد بتمن برطمان صغير كده. فاتمنى انتوا فعلا تعملوا الحاجات دي، وحاجات انتوا عاملينها بايديكم وضامنينها وعارفين هي معمولة ازاي. واللايك والشير، واشوفكم على خير، باي باي.